بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في المسابقة الرمضانية السنوية التي تقدمها قناة حمدي الدمرداش للتنمية، وهذا العام بعنوان مواقف من حياة الصحابة، حيث نذكر موقف من حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم نسأل من هو هذا الصحابي. والآن مع السؤال 29. جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، فنزل فيها قول الله عز وجل قرآنا يتلى إلى أن تقوم الساعة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع تحاوركما. فمن هي هذه الصحابية؟ جوائزنا كتير إن شاء الله: 10 جوائز شحن فئة 50 جنيه، 10 جوائز شحن فئة 100 جنيه، ترسل للفائزين على فودافون كاش بعد إجراء القرعة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإرسال الإجابات يوميا على قناة حمدي الدمرداش للتنمية. والسلام عليكم ورحمة الله.